السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة عاملين إيه؟ فيديو النهاردة ترجمة لدكتور ليس كارتر. ايه اللي هيحصل لو بطلتي تخافي من النرجسي؟ كل ما بتعيشي مع النرجسي مدة أطول، كل ما بتكون جواكي مشاعر متلخبطة، مش طبيعية، مش مفهومة، مش واضحة ناحيته. النرجسي بيخليكي مريضة. أيوة، بيجيبلك المرض النفسي بكل ما تحمل الكلمة من معنى. عايز يسيطر عليكي طول الوقت، مش عايزك تتمتعي بأي قدر من الحرية. عايز يبلعك، عايز يمتصك تماما في العلاقة، عايز يعيش بشخصيتك، يستمد قوته منك انتي، ما يسيبلكيش انتي اي ملامح او اي صورة تعيشي بيها لنفسك. دايما ما بيفكرش غير في نفسه ومصلحته، ما يهمهوش ابدا انتي ايه او هيجرالك ايه، ولا يعنيه انتي متأثرة ازاي. متلاعب جدا، استغلالي لأقصى درجة. لازم يبقى في بؤرة الضوء، هو مركز الكون. ما ينفعش تتكلمي معاه ابدا وانت على طبيعتك. لازم تاخدي بالك من كل كلمة بتقوليها، لازم تحسسي قوي قوي على كل حرف وكل إيماء أو كل نظرة عين منك. كل الحاجات دي بتخلق جواكي مشاعر متضاربة. واحدة من المشاعر دي إن النرجسي عايزك دايما تعيشيها، وعايزك دايما تفضلي كده، هي الخوف. لما انت بتخافي من النرجسي، هو على طول بيفهم إنه مميز، إنه عنده قدرة تخلي الناس تخاف منه. الله عليا، أنا فعلا جبار، أنا قوة لا يستهان به، أنا بيتعمل لي ألف حساب. بيكون في قمة سعادته لما يلاقيكي انتي والأولاد بتترعشوا وبتجروا كل واحد على أوضته أول ما تسمعوا صوت مفاتيحه في الباب. بيبقى في منتهى النشوة والسعادة لما يحس إنك خايفة. تقولي له أنا عايزة أروح أزور أبويا وأمي اللي بقالي شهور ما شفتهمش، يتبسط قوي قوي لما يلاقيكي خايفة كده. يتبسط كمان لما يلاقيكي يحس انه مخوفك. طبعا لما بيحس انك خايفة منه وهو متعصب وعمال يكسر ويرزع في البيت وبتجري منه لا يمد ايده عليكي. طب السؤال هنا، هو احنا فعلا لازم نخاف من النرجسي؟ هو النرجسي حقيقي بيخوف؟ احساس الخوف بيجي من عدم الاحساس بالامان وعدم الثقة، مش كده ولا ايه؟ طبعا النرجسي مستحيل تحسي معاه بالامان، كمان مستحيل تثقي فيه. بس أكدب عليكي لو قلتلك لأ ما تخافيش من النرجسي. لأ طبعا في نرجسيين لازم تخافي منه، والنرجسي نفسه ساعات لازم تخافي منه حتى لو هو مش بيضرب ولا بيعمل. ساعات آه لا النرجسي يعني مش بيبقى أهل للثقة أبدا. النرجسي بيبقى كذاب، ممكن يكون بيقول حاجة ويعمل عكسها عادي جدا. مفيش جواه أي رغبة في حمايتك، يعني ما تلاقوش كده خايف عليكي ولا بيحميكي. بالعكس جواه رغبة فظيعة في تدميرك. تلاقيه لئيم جدا، غضبه غضب فظيع كأنك عدوته، ولا كأنك زوجته ولا أم أولاده ولا بينكوا ولا حتى ساعة واحدة عشرة. والله أنا فعلا كنت بحس بكده يا جماعة، كأني عدوته. فعلا ما عندوش مشكلة أبدا، ولا بتتهزله شعراية وهو بيأذيني أو هو بيشهر بيكي وبيخوض في سمعتك وبيخوض في شرفك. ما عندوش مشكلة أبدا. ما عندوش مشكلة يشوفك بتتنرفزي وبتاخدي نفسك بالعافية من اللي عامله فيكي. بارد ومتبلد الإحساس، ما عندوش أي شعور، ولا كأنه بني آدم. هو بيكون حريص جدا على إنه يفضي محيطك تماما، كمان من الناس، من أهلك، من أصحابك، من جيرانك. حتى لازم يعزلك عن العالم كله، يخليكي تخافي تحكي، تخافي تشتكي، تبقي خايفة على صورتك قدامهم، أو خايفة على صورته هو قدامهم، أو خايفة منه يعرف إنك اشتكيتي لحد. وده اللي كنا كلنا بنقع فيه مع النرجسي. بنسكت، ما بنتكلمش، ما بنقولش اللي بيحصل في بيت النرجسي، ما بنجيبش سيرة الإساءة ولا الحياة الصعبة اللي بنعيشها معاه. ولما بعد كده توصلي لمرحلة الانفجار، تلاقي أقرب الناس ليكي بيكدبوكي ومش مصدقينك. يا شيخة حرام عليكي، مش قوي كده، ده جوزك ده محترم جدا، ده يا بختك بيه، ده بيعمل كل اللي بتقولي عليه، ده مستحيل اللي بتقوليه ده، ده طيب قوي وذوق قوي، ده مجامل جدا. كل اللي بيتقال ده لأنك انتي اللي مصدره لهم الصورة دي. انتي اللي بقالك 10 ولا 20 ولا 30 سنة
بتمثلي الحلو وبتخبي الوحش. عشان كده انا بقول لكل واحدة لسه ما اتجوزتش، لما جوزك يمد ايده عليكي ولا يهينك ولا يغلط في اهلك لازم تروحي تقولي لاهلك، لازم تشتكي. دي مش اسرار بيوت يا جماعة علشان نخبيها. ما تقوليش انا وجوزي محدش يتدخل بينا، الكلام ده هو اللي ودانا في داهية. ده مش مثلا انا اكلة لحمة ما اكلتهاش ولا فستان ظروفه ما سمحتلوش انه يشتريهولك. هنا اقول لك دي حاجة بينك وبين جوزك وما ينفعش تطلعوا سركم بره، واستحملي وكل الحاجات الحلوة دي. لكن يمد ايده عليكي او يغلط فيكي وفي اهلك يبقى لا، اروح لابويا او لامي او لعمي او لخالي واقول واكبر الموضوع واعملها زعلة وغضبة كبيرة، واقعد رجالة واقوم الدنيا وما اقعدهاش عشان ما يكررهاش تاني. لكن لما بتسكتي، وللأسف ده اللي كنت بعمله وأكيد كل ضحية نرجسي كانت بتعمله، إنها تقول يا بت فوتي، مش عايزة أسمع بيا حد، مش عايزة أشمت فيا حد. وهو طبعا يسوق فيها ويكررها مرة واتنين وتلاتة. ما انت بتسكتي، ما انت بتفوتي. ما هو خد على كده وعرف واطمن وحط في بطنه بطيخة صيفي إنه لو قطعك حتى حتت مش هتتكلمي. عشان كده بتلاقيه بعد ما الضحية بتفوق لنفسها وبتبدأ تعترض وتقول له أنا مش هسمح لك تمد إيدك عليا، ولا هسمح لك تغلط في أهلي أو تغلط فيا أو تشتمني، بتلاقيه مصدوم متنح، يفضل باصص لك كده. إيه ده؟ مين دي؟ ما أنا طول عمري بلطش فيها وما بتقدرش تفتح بقها معايا، وإيه اللي جرالها؟ اوعي تسكتي، اوعي. لازم من أول موقف تقفي واقفة. في مثل بيقول ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه. انت من الأول عودتيه على الإهانة وقلة الأدب ومد الإيد، هياخد على كده. من الأول عرف إن الحاجات دي، لو عرف إن الحاجات دي خط أحمر، خلاص هيمشي برضو على كده. لما بتقوي بقى وبتبقي واعية وخلاص خوفك من النرجسي بيقل شوية بشوية، كل ما بتعرفي إنك كنتي مدياله أكبر من حجمه قوي، وإن هو اللي خواف وجبان لأقصى درجة، هتلاقيه هو اللي بيجري وراكي. والله هتلاقيه بيجري وراكي، هتلاقيه بيعمل مجهود أكبر بكتير عشان يخليكي معاه وما تسيبيهوش. كمان هتلاقيه شوية بيهددك وشوية يتهمك ان انت السبب وان انت اللي خليتيه يتعصب ويخرج عن شعوره. هتلاقيه بيعمل لك جازلايتنج ويقلب عليك الترابيزة ويجيب لك مواقف قديمة على كلام مش مفهوم، الورد سالاد اللي بنقول عليه، كلام ما انتيش فاهمة منه اي حاجة. كل ده لانه شافك مش خايفة. انت في ليفل دلوقتي اعلى من الليفل بتاعه، وهو متفاجئ. هتلاقيه بيقولك انت في حد مقويك عليا، في حد لعب في دماغك، انت شوفي انت ملمومة على شلة ايه اللي مبوظين دماغك، شوفي مين عايز يخرب عليكي. انا لازم اخليكي ترجعي تاني زي ما كنتي وابعدك عن كل الناس. انت واحدة ما عندهاش عقل، كلمة بتوديها وكلمة بتجيبها. طبعا انت تخافي تاني. من حقك تخافي على فكرة، ومن حقك تخافي لما يكون النرجسي ده سايكوباتي مؤذي إيذاء بدني ليكي أو لحد من أولادك. يعني ما ينفعش واحدة مثلا تبقى بتقولي ده النرجسي لما بيتخانق لازم يجري على المطبخ يجيب السكينة، وأنا أقول لها ما تخافيش. إزاي يعني؟ ما تخافيش إزاي؟ لا تخافي طبعا. في أحد الاستشارات في واحدة قالت لي إن النرجسي فتح بطن أخوه بالسكينة في مناقشة تطورت لخناقة، تخيلوا. ولا تهز فيه شعرة كأن أخوه يعني مش أخوه، أخوه كان هيروح فيها لولا ربنا ستر. وطبعا العيلة لمت الموضوع علشان الفضايح وما تعاقبش النرجسي على اللي عمله. عشان كده هو وارد جدا انه يعمل ده تاني مع اي حد تاني، ومعاه هي شخصيا. ما هو واخد انه يعمل المصيبة وغيره يلم وراه. لكن بقى في مواقف بيكون فيها النرجسي مش سايكوباتي ولا حاجة. آه زي يعني بيأذي إيذاء بالكلام، ضربه مش مؤذي للدرجة البشعة اللي كنا بنقولها دلوقتي دي. فهنا لأ، مش لازم تخافي منه. ليه أخاف منه وأنا رايحة أطلب حقي في إني أزور أبويا أو أمي؟ ليه أخاف منه وأنا رايحة أطلب طلبات البيت؟ ليه أخاف منه وأنا بتناقش معاه وبختلف معاه في الرأي على حاجة هو بيعملها غلط، ولا موقف هو اتصرف فيه بغباء وهمجية مع حد؟ ليه أخاف أرد عليه وهو بيهني وبيشتمني وبيسمع ولادي أقذر الألفاظ عن أمهم مثلا أو عن حد منهم؟ ليه أخاف منه؟ بالعكس لازم أقفله واوريله اني مش ضعيفة. ولو مد ايده عليا او تطاول عليا بألفاظ قذرة افتح الباب
واسمع الجيران واروح اعمل له محضر ضرب ومحضر سب وقذف كمان. اقسم بالله لا يجري وراكي ويستسمحك عشان ما تكمليش المحضر، لانه جبان بيخاف من الشرطة وبيخاف من المساءلة القانونية. بعدها مش هيكررها تاني. لما يجي ينتقدك او يتهمك او يعمل لك اسقاط واللي فيه جيبه فيكي، ما تخافيش ولا كأن الكلام ده ليكي. ما تدافعيش عن نفسك، ما تبكيش وتفضلي تقولي انا اللي بعمل كده، انا اللي خاينه. طب خد تليفوني اهو قلب فيه براحتك. انا مهمله. طب طلع لي حاجه واحده في البيت مش نظيفه. انا بقول على مامتك كذا وبقول على مامتك كذا وبقول على مامتك. انا اللي بقول على مامتك كذا. طب خليها كده تواجهني. كل ده بيخليه يحس انك خايفه منه وبيطمنه. العيب فيه هو مش فيكي انت، خلي بالك هو اللي خايف، هو اللي مشوش ومرتبك، وبيدخلك دايرته علشان تمتصي كل خوفه ده وهو يعيش على نفسك انتي الهادية المطمئنة. للأسف عشنا سنين بندافع عن نفسنا ونحاول نتكلم بالإقناع ونحاول نبقى منطقيين ونتكلم بالعقل. مفيش فايدة، كأننا بنحفر في البحر بالظبط. لما تلاقيه بيعمل كده، وهو عمره ما هيبطل يعمل كده على فكرة، إنه يعملك الجاز لايتنج والإسقاط والكلام ده كله، لأنه نمطي جدا على فكرة، عامل زي القطر حافظ مش فاهم، ما بيتغيرش. انت اللي لازم تتغيري. لما تلاقيه بيعمل كده تقولي لنفسك انا مش هدخل في الجدال ده، مش هسمح له يسحبني للدايرة دي. بينك وبين نفسك كده وهو عمال يرص كده ويتكلم وبلا بلا بلا والكلام ده كله، انت بينك وبين نفسك كلمي نفسك وقولي انا مش هسمح لنفسي ادخل الدايرة دي. انا مش هسيبه يجرني للكلام الفاضي ده. مش انا، هو بيتكلم عن واحدة تانية انا ماليش دعوة بيها. انا مش خايفة، انا مش خايفة ولا مضطرة ان اسمع الكلام ده. واثقة في نفسي جدا وواثقة في عقلي جدا، ومش هسمح له انه يهز ثقتي في نفسي، ولا هسمح لأي حد، ولا هعمل كده في نفسي عشان خاطر واحد نرجسي ما يعرفش اصلا يعني ايه ضمير. كل موقف هيعدي عليكي وانت بتعملي ده وبتحسي بالنرجسي وهو اللي خايف قدامك ومرتبك ومش عارف اللي بيحصل، انت هتحسي ان ثقتك بنفسك بترجع لك تاني. هتحسي بقيمة نفسك واحترامك لنفسك والعقلك هيزيدوا. كون انك قدرتي توقفي النرجسي عند حده وما خليتيهوش يتلاعب بيكي وبعقلك، هيخليكي تحسي انك احسن وماشية في الطريق الصحيح، طريق التشافي من ادمانك للنرجسي، وطريق استعادة حياتك وروحك وثقتك في نفسك. يا رب يكون الفيديو عجبكم. يا ريت لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واشوفكم الحلقة الجاية.